عادة بنشوف حاجات كتير صغيرة كل يوم. الفكرة انت كفنان بتشوف الحاجة ازاي؟ حاجة زي ازازة المية، تصميم ليه بداية ونهاية، حاجات ممكن محدش ياخد باله منها اصلا. ممكن تعبر عن حاجات كتير كفكرة لو انت عملتها صح، كتبت صح، اخترت الالوان الصح، لان الالوان مرتبطة بكل حاجة في المعنى. طب اعمل الازازة دي ازاي اصلا؟ بسيطة، مهارات ال 3D موديلنج اللي احنا هنا في القناة مهمتنا الأساسية إن احنا نعرفها لك مع لمستك انت الفنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في ايه دوت شاو استوديو. هنفتح بلندر اصدار 4.5 هنبدأ التصميم بتاعنا. هندوس شيفت ايه وهنجيب سيركل. هنخلي السيركل دي عددها 64. هي هتجيلك في الاول الديفولت 32، انت تخليها 64. تمام، بعد كده نمسك السيركل، هنخش على الايديت مود، نشغل السكرين كي كده. اي حاجه هدوس عليها هتبلك هنا، وهندوس على واحد عشان نبقى شايفين من الزاويه ديت. اي اكسترود في الزد، نطلع بيها مثلا حاجه بسيطه كده. بعد كده هنروح جاي هنا اي وهكنسل، بعد كده اس واروح مصغر شويه، بعد كده اي تاني في الزد وهطلع لفوق شويه. تمام تمام، هاجي من تحت، هقفل الحته اللي تحت، اروح دايس اف فل، وبعد كده هعمل بيفل في الاتنين دولت. همسك الايدج ده، همسك الايدج ده كله، وهدوس كنترول بي كده شويه، اروح مزود من الويل بتاعت الماوس شويه جيومتري، وابص كده من قدام كده. انا عندي ازازه عاديه جدا دلوقتي بقى. انا في التصميم بتاعي انا عايز اخد الجزء اللي فوق، وزي ما احنا قلنا من شويه، مش التصميم ما فيهوش صح وما فيهوش غلط. يعني انت ممكن تعمل تصميم تاخد فيه نص الازازه بس، على حسب انت ظابط الاضاءه عامله ازاي وشغال بتعمل ايه. يعني التصميم بتاعك بيعبر عن ايه، بيحكي عن ايه. هنيجي هنا ركز بقى شويه في الخطوات ديت. هنمسك دوت، وبعد كده هدوس شيفت دي وهسيبه مكانه، وبعد كده كليك شمال، وهنزل تحت عند كلمه سيبريت، وهقول له سيبريت باي سelection، يعني افصل لي كده. اصبح ده لوحده وده لوحده. همسك ده لوحده واروح داخل على الايديت مود بتاعه هو، هبص من فوق، اخش كده هجيب الفيرتكس كده، الفيرتكس كلها موجوده. همسك دي بس وهعكس التحديد، كنترول اي، هعكس تحديد الناحيه التانيه، همسح كل حاجه كده. أنا مسحت كل حاجه وسبت الفيرتكس دي ايه بس. تمام تمام. هاجي كده عند 3، دوس 3 عشان اشوف من الزاويه ديت. اروح دايس اي اكسترود، ومثلا ممكن ارفع في الزي، ممكن مثلا 0.15. تمام كده، انا رفعتها 0.15. هزود لوب كات ما بينهم، يعني ممكن امسك دي ودي كده، واروح دايس كليك شمال سب ديفايد كده، حط لي واحده، سب ديفايد تاني حط لي اتنين. تمام تمام، وامسك اللي في النص دي، واروح دايس جي واي، هبعدها بس كده عنهم عشان دي هتكون الكيرف اللي احنا ايه هنمشي عليه. تمام، وبعدين اروح مزود موديفاير كده، واروح جاي هنا هضيف موديفاير اسمها سكرو، اتكلمنا عنها في حلقه البوجي. وركز معايا في اللي انا اعمله هنا بالظبط. يعني هي كده السيركل بتاعتنا 64، فاخلي دي برضو 64، واللي تحتيها 64. تمام، وهاجي هنا هخليها 0.15، وهنا هخليها تلف لفتين. تمام تمام، هاجي كده هبص هنا، وبعد كده هعمل ابلاي، هطلع من الايديت مود وهعمل ابلاي للسكرو دوت. تعالى بقى كده نبص نشوف عندنا ايه. احنا دلوقتي عندنا الجزء ده مظبوط وزي الفل. ممكن اروح جاي هنا ده اقول له فلات شيب ووريني الشكل من جوه. تمام، انا دلوقتي شايف الحته دي والحته دي، انا عايز اعالجهم، عايز اخليهم يبقوا قافلين كده من تحت. هقدر اعمل ده ازاي؟ بمنتهى البساطه، اروح داخل على الايديت مود، هجيب الايدجز واحدد الايدج ده والايدج الاخير، لا كنترول لحد الايدج دوت. فانا كده خدت الايه، شايف، خدت كل اللي تحت دوت لوحده من الايدج ده لحد ده. بعد كده اروح دايس اكسترود في الزي، هنزل بيه لحد تحت كده لحد ما يبقوا تحت كده شويه. بعد كده هقول له اس زد زيرو. تمام، هتلاقيهم اتساووا. يعني انا كده بقول له اعمل لي سكيل في الزد على الزيرو عند الحته اللي انا كنت ماسكها هنا، فاصبح هما الاثنين واحد. اروح ماسكهم كده واطلع بيهم لفوق، مثلا جزء زي كده. ممكن اخفي دي دلوقتي وهو ركز بقى في اللي انا بعمله هنا. هجيب الفيرتكس دلوقتي، تعالى بقى نشوف هي كده عامله ازاي. شايف هي كده في حته فوق وفي حته تحت. انا عايز اعمل لحام ما بين الاثنين دول، هقدر اعمل ده ازاي؟ هيجي هنا كده في حاجه اسمها سناب، ده كده المغناطيس، هخلي السناب ده عند الفيرتكس. تمام تمام، وهمسك الفيرتكس دي دلوقتي. لو انا دوست جي وجيت قربتها من اي فيرتكس، شايف السناب ايه؟ السناب شغال. انا هعمل سناب فين؟ هعمل سناب في الواي
عندي دي، فهي كده اصبحت ان هي اتضمت لورا فوق دي بالظبط، يعني هي كان انضمت لورا فوق دي ايه، على نفس المحور بتاعها. تمام تمام زي الفل. هروح ماسك انا ايه، اروح ماسك دي ودي ودي ودي، واروح دايس فيل، هيعمل لي مثلث هنا، وهعمل مثلث تحت كمان، وهقول له فيل. تمام كده خلاص، اصبح ان انا اقدر اقفل الجيومتري بتاعتي بمنتهى السهوله. دي كده اتقفلت وشايف مسحوبه كده لفوق من غير، يعني لو جيت عملت سب ديفايد مش هيكون في مشاكل كتير في الجزء ده. تمام، نعمل فوق زي ما عملنا بالظبط. هجيب الايدجز، همسك الايدج ده وبعد كده كنترول لحد الاخر، اكسترود في الزد، وهقول له اس زد 0. تمام، ثبتهم لي كده هنا. هنزل بيهم تحت شويه، هجيب الفيرتكس وبعد كده همسك دي، وبرضه هخليها ماشيه مع دول بالظبط. روح دايس جي واي لورا على نفس الخط بتاع ديت. تمام تمام. هقفل برضه نفس الكلام، 1 2 3 4، بس حاسب بقى تاخد حاجة معاك من ورا. هو من هنا كده 1 2 3 4 فل، وبعد كده 1 2 3 4 فل. تمام، وهقفل بقى الدنيا بتاعتي كلها كده زي الفل. كده قفلت أنا فوق وتحت. دلوقتي أقدر أعمل إيه؟ أقدر أروح أعمل كده كنترول تو سب ديفايد. شايف؟ ما أصبح إن هو من غير، وبعد كده ممكن أعمل شادو أوتو سموث. أصبح إن هي ناعمة، ما فيهاش أي مشاكل خالص. حتى الجيومتري ما فيهاش مشاكل إيه، فيهاش مشاكل عالية. شايف؟ هي مظبوطة اهي، ماشية مع بعضيها في تساوي. روح جايب الشكل بتاعي اللي أنا خفيته من شوية. تمام، أحط الاتنين بقى فوق بعض بالظبط، جي زي كده فوق بعض بالملي، وأروح ماسك دي وبعد كده ماسك دي، وهقول له الاتنين كنترول جي جوينت. كده أصبح الاتنين جسم واحد. أخش على الإيديت مود، كل الفيرتكس حدد كله، هقول له ميرج باي ديستانس، يعني أي حاجة فيها لحام. هو في الأغلب لحم الاتنين دول في بعض، يعني شايف الفيرتكس دي مع الفيرتكس اللي تحتها لحامهم في بعض، فأصبحوا إن هما إيه، إن هما واحد. أروح جاي هنا مدي سموث، وهنا كده مدي سموث. تمام زي الإيه، زي الفل. وبعدين نيجي بقى الدور بتاعنا المهم، اللي هو دور الإيه، دور الماتيريال. هو هنا تقريبا السب ديفايد اتشال، سب ديفايد. تمام أيوه، فيو بورت 2. ايوه زي الفل. هو لما انا عملت ميرج لحمت في اللي تحت، فهو لغى السب ديفايد. دلوقتي السب ديفايد موجود، والكيرف بتاعنا ملفوف لفه زي الفل. الفكره كلها بقى هنا في ايه، في التصميم، الديزاين اللي انت هتعمله. تعالى بس نقفل ده، يعني هنا كده من جوه مفيش سمك، مفيش اي حاجه، شكله غريب حبتين ثلاثه. فهنروح ماسكين ده كده اي، ونكنسل اس لجوه. بص من قدام، شغل الواير فريم عشان تبقى انت شايف. كده احنا دخلنا، ممكن نخش لجوه كمان، يعني اس كده حبة كمان، وبعد كده دايسين اي اكسترود وانزل بيه لتحت كده. تمام لحد هنا، وبعد كده هدوس اي وهكنسل اس، هرفع كده. تمام، اروح مزود حبة كمان، وبعد كده ايه، في الزي لحد تحت خالص. ده الجسم بتاع الازازة بتاعتنا من جوه. لو مش هيظهر معاك في التصميم ممكن ما تعملوش عادي. وبعد كده هاجي تحت خالص، اروح دايس اي وهكنسل اس، بعد كده اي تاني وهكنسل اس، وبعد كده هدي جريد فيل في الاخر خالص. جريد فيل، وقفلت معايا الدنيا زي الايه، زي الفل. وده شكل الجسم بتاعي بعد ما خلصناه كده في الايديت مود. تمام، دي الفيرتكس اهي، وبص كده ممكن تبص من فوق عادي، ودي الايدج والفيسز. تمام زي الفل. انا بقى اقدر اطلع منه التصميم ازاي؟ هنا دلوقتي اروح دايس شيفت ايه، هجيب كاميرا، هدوس كنترول الت 0، الكاميرا بتاعتي كده اتحطت. اروح داخل هنا على الفيو، حدد اول اتنين عشان الكاميرا بتاعتي تتحرك زي ما انا عايز. اروح جاي كده في الزي، مميل مميل مميل. مثلا انا عايز اخد الزاويه ديت. تمام، يعني التصميم بتاعي بيتكلم على حاجه ليها علاقه باللفات، ليها علاقه بالكيرفات، ليها علاقه بحاجه زي كده. اروح جاي هنا هخلي اللينس بتاع الكاميرا 110. تمام، وهرجع بيه من هنا كده، هو هياخد معاه تفاصيل اكتر، هياخد معاه تفاصيل لونيه اكتر. اروح لاغي دولت، وهخش على، ممكن ايه عشان اخلي مكان للكتابه، يعني راعي دايما في، خلي فيه مساحه فاضيه عشان اللي هيكتب يكتب فيها. يعني هنا كده مثلا هنكتب هنا، اروح داخل هنا بقى على الماتيريال، هكتب هنا جلاس، واتفرج بقى ايه اللي يعني عندك حاجه زي كده هتبقى تحفه. مثلا انا دي كده لسه جايه لي بالظبط، انا ما عادش ادور. هو ده اللي انا استخدمته وانا بعمل التصميم. وممكن تاخد الاسم بتاعه وتدور عليه، هتلاقيه موجود عندك، هو فري تماما. ممكن بقى تجرب حاجات تانية. يعني بص، هو هنا مديني تفاصيل جامدة جدا، شكلها حلو، والريندر بتاعه كمان حلو. فلو انا كمان جيت اظبط شوية حاجات كتير، وقعدت اجرب بقى حاجات زي كده، وقعدت اجرب كل انواع الجلاس والحاجات دي،
هطلع بنتائج مختلفة بأشكال مختلفة لحد ما يطلع معايا ديزاين يستحق إن أنا أكتب عليه، يستحق إن أنا أظبطه، وهكذا. وعندك هنا الأشكال كتير، أشكال لا منتهية. ويا سلام بقى لو أنت عندك كمان خلفية في إزاي إن أنت تعمل إيه، لو أنت عندك خلفية إزاي إن أنت تعمل ماتيريال بنفسك وتخليها مضيئة وتخليها ليها شكل، فالموضوع معاك هيروح في حتة تانية. وبعد ما تختار بقى الشكل اللي أنت عايزه، هتخلي الخلفية كلها سودة ار اكس 90 درجة، وهتكبر كده جامد. نكبر ارجعها كده شوية. تمام. هنديها ماتيريال، هنخليها سودة خالص، بلاك، وريفرنس عادي. مثلا ده الريندر اللي احنا طلعناه دلوقتي، هل هو عاجبني؟ لا، هو مش عاجبني قوي، ولكن انت ممكن تسيفه، وبعد كده هتروح داخل هنا كده على الفيو. هنا كده هيجيب لك الشكل وهو هنا بنفس الانجل بتاع الكاميرا، عشان لو انت عايز تعمل ميكس ما بين كل الصور دي. يعني مثلا انت هنا خليت الموضوع واير فريم، كلام جميل، انت كده مخلي الدنيا كلها واير فريم. ما تروح جاي هنا في الفيو وتروح واخد نسخه، وانت كده واخد نسخه واير فريم للنسخه اللي انت هتطلعها ريندر. مجمع معانا قصدي. تقدر بقى تعمل ميكس ما بين الصور دي كلها على كانفا او ايا كان. مثلا دي ماتيريال انا اول مره اشوفها، هنجرب دلوقتي. دوست ونطلع ريندر ونشوف. اداك حاجه فاتحه كده طبعا. طب زاويه الكاميرا مش عجباني، ممكن اظبط زاويه الكاميرا، اقرب شويه، ابعد شويه، ايا كان. ايا كان كل التصميمات اللي هي بتبقى بتشوفها انت قويه جدا، اللي بيقويها ايه؟ اللي بيقويها التكست والحركه بتاعتك. يعني انا هنا خلي بس الكاميرا كده معايا، واروح دايس على زيرو، احرك كده شويه، اعمل كده، اقرب. مثلا قلت انا عايز اخد الجنب ده، وانقي بقى، انقي شكل جلاس يكون شكله حلو. طبعا في انواع مشهوره، يعني في انواع مشهوره اغلب الفنانين بيستخدموها عشان بتدي شكل جامد جدا. هوريها، نختار دلوقتي منهم حاجه. انا مثلا وانا بقلب دلوقتي لقيت دوت، واقدر استخدمه عادي، وهكذا وهكذا وهكذا. هتلاقي كتير، يعني انت هتلاقي كتير، وهتلاقي اشكال كتير. ممكن تعمل كيوب وتطلع منه كيوب وتطلع منه ديزاين، تعمل كيوب يعني. عيش براحتك زي ما انت عايز. ده مثلا انا متاكد ان ده يبقى حلو. شايف؟ دي بقى مش باينه ان هي ازازه نهائي، هو باين ان انت عامل كيرف هنا وكيرف هنا وكيرف هنا، ومن جوه في حاجه وفي شكل معين. طبعا الكتابه انت ممكن تكتب على الازازه، ممكن تكتب من وراها، ممكن تكتب من الجنب، براحتك. التصميم ما فيهوش حاجه صح وما فيهوش حاجه غلط. طلع اللي جواك يعني، اكتب براحتك، اعمل كل اللي انت عايزه، فاهم؟ ولو عايزين حلقات تانية اكتر من ديت نشوف تصميم ونعمله، انا ما عنديش اي مشكله. فشكرا لكم، واتمنى تكونوا استفدتوا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.